سبحان الله يا اخويا الزملكاوي، 24 ساعة كفاية تحفيل عليك، على الاهلاوية وجمهور الاهلي بالكامل اللي شبعوا منك تحفيل في 24 ساعة يا ابو خمسة يا ابو خمسة، ويجي بعدها الرد على طول من انبي في الجدول اللي هي اصلا مصنفة فخره في جدول الدوري. يا جماعة انبي مصنفة فخر الجدول الدوري يا جماعة، بتغلب النهارده الزمالك 2-0 مع الرأفة. مع الرأفة والله. النهارده انبي لعبت على الزمالك كوره كبيره جدا وحلوه جدا، كان انبي مهدد ان هو يجيب الثالث والرابع، يلا واحده جت في العارضه، يلا واحده جت في القايم، يلا واحده صدها صبحي، الحمد لله سترها من عند ربنا وطلع الزمالك بنتيجه 2-0 بس الانبي، وما زال الزمالك في المركز الخامس، وان شاء الله بيقول كده مش هيعدي المركز الخامس ده، بقاله كام ماتش وهو ما بيتحركش من غير اي نقط ومن غير اي تفوق في المراكز. الزمالك ما زال في المركز الخامس، وجمهور الزمالك النهارده في المدرجات رفع لنا الخمسه كده. انتوا بتعبروا عن ايه؟ بتعبروا عن مركز طبعا بتاعكم في جدول الترتيب يا جماعه في الدوري. وانا احب اقول لجمهور الزمالك اللي انا طلعت امبارح وقلت له بلاش تحفل عليا يا صديقي، لان صدقني الدنيا دواره وهيجي عليا اليوم اللي هحفل عليك فيه، فما تطلعش تقول لي بقى يا ابو خمسه يا ابو خمسه. ما عدتش 24 ساعه الا وانت كنت واخد من انبي 2، وانبي انا قلت لكم والله ده بينافس على الهبوط يا جماعه في الدوري، فبلاش تقعد تحفل عليا وتقول لي يا ابو خمسه. طلعت انت برضه وما سمعتش الكلام وقعدت تحفل عليا ابو خمسه ابو خمسه، اهو جالك التحفيل والرد بعد 24 ساعه. وجماهير الزمالك النهارده اللي كانت حاضره في المدرجات ليها واقعه غريبه كده انا مش فاهمها لحد دلوقتي يا جماعه والله. جماهير الزمالك في المدرجات قبل المباراه وفي انطلاق المباراه كانوا بيقولوا الدوري يا زمالك، وكانوا عمالين بيشجعوا الفرقه بتاعتهم واللعيبه. اول جون جوي في الزمالك لقيت الجمهور اتحول تماما 360 درجه، وبقى يا لعيبه عالم ما فيهمش رجاله، وبعدها بشويه يا لعيبه كذا يا ولاد كذا، وبعدها بشويه الجون الثاني جه طبعا لانبي، لقيت الجمهور اتحول خالص من ناحيه الدوري دخل لافريقيا. ويوم الجمعه يا ابطال مش هنسيبها مش عارف لمين، قصدهم على يوم الجمعه ده هو اللي هو بتاع افريقيا، ماتش افريقيا يا جماعه للزمالك. فانا عايز اقول لكم انتوا شايفينهم ولاد كذا ولا شايفينهم ابطال ولا شايفينهم رجاله ولا شايفينهم ايه بالظبط؟ فانا مش فاهم حاجه من جمهور الزمالك لان هو متضارب وغريب جدا بصراحه. فارجوكم انتوا ردوا عليا وقولوا لي ايه بالظبط الموضوع اللي انتوا شايفينه في لعيبه الزمالك. بالنسبه للجماهير برضو اللي طلعت بعد المباراه وقعدت تقول ان خلاص فيريرا ده شطب كوره وما ينفعش يدرب تاني الزمالك، فانا احب اقول لك يا صديقي ان انتوا الماتش اللي فات قعدتوا تقولوا بعد طبعا ما كسبتوا الترجي 3-1، فضلتوا تقولوا وقعدتوا تقولوا ان فيريرا ده احسن مدرب في مصر، وفيريرا دلوقتي بقى في مستوى والزمالك رايح في حته ثانيه والزمالك رجع بقوه. فانا عايز اقول لك يا صديقي انه كان ماتش استثنائي، استثنائي، لان الزمالك النهارده قدام انبي ما قدمش ربع اللي كان بيقدمه قدام الترجي. انا مش فاهم ازاي اللعيبه ديت هي نفس اللعيبه اللي لعبت قدام الترجي وكسبت 3-1، بجد والله العظيم انا مستغرب جدا. فانا بقى رساله بقى لجمهور الزمالك مني انا كاهلاوي، اخوك مش طالع يحفل عليك، اخوك بيقول لك يا صديقي لا تعايرني ولا عايرك، الهم طيرني وطيرك. وعلى راي الكابتن خالد الغندور اعلام الزمالك اللي امبارح طلع وقال الاهلي شال خماسيه يا جماعه من سان داونز، والنهارده طالع بعد هزيمه الزمالك في الانبي لا تعايرني ولا عايرك، الهم طيرني وطيرك. انا معاك يا كابتن خالد، ان شاء الله نشوف الماتشات الجايه وربنا يكون في عوننا وربنا معانا ان شاء الله سواء اهلي او زمالك في افريقيا اللي احنا بقينا وضعنا بقى وحش جدا فيها. وانت طبعا عارف الدوري هيبقى وضعه ايه، الاهلي متصدر الدوري دلوقتي وهيفضل متصدر، وان شاء الله الدوري اهلاوي. وفي الاخير يا صديقي الزملكاوي زي ما قلت لك انا والله ما طالع احفل عليك، انا طالع اوصل لك رساله بس ان انت استعجلت في التحفيل وكان الرد بعدها ب 24 ساعه، فما تستعجلش في الحكم عليا يا صديقي.